مرحبا بالاخوان الكرام في هذا البث المباشر الليلي مباشرة على قناة أنا بركاني تيفي على الفيسبوك وأنا بركاني ميديا. أحييكم الإخوة الكرام وأتمنى أن تكونوا دائما وأبدا بألف ألف ألف خير. شكرا لجميع المؤازرين لقناة أنا بركاني تيفي على الفيسبوك وأنا بركاني ميديا على تيك توك. شكرا جميع الإخوان والأخوات. استضيف نهضة بركان برسم الجولة الثالثة من كأس من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية. نهضة بركان يستضيف الملعب المالي هنا بالملعب البلدي لمدينة بركان برسم الجولة الثالثة من دوري مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، المباراة التي ستعرف حضور جماهيري ان شاء الله نهار الحد مع 8 ديال الليل في اجواء بارده غادي تكون المباراه ديال نهضه بركان ان شاء الله والملعب المالي. اذا هذه المباراه كيفاش كتشوفوها نتوما كبراكنه كمتابعين لكره القدم المغربيه؟ كيفاش كتشوفوا نهضه بركان في مواجهه الملعب المالي؟ هذا الفريق اللي بطبيعه الحال ماشي سهل وماشي صعب، ولكن راكم تعرفوا الكره الافريقيه تقدمت، والكره الافريقيه دائما في تقدم وكذلك في مفاجات بطبيعه الحال. نهضة بركان يدخل هذا السباق بطبيعه الحال بشعار الفوز وكسب 3 نقاط باش تكون عندنا ان شاء الله 9 نقاط دائما في الصفوه، وضمان خصنا 2 ديال المباريات باش نضمنوا التاهل مباشره الى الادوار المواليه من كاس الكونفدراليه الافريقيه. من المسابقه التي تعرفون نهضه بركان وبركان تعرفها بطبيعه الحال، ونتمنى انكم توقعوا النتيجه ديال المباراه نهضه بركان والملعب المالي، كذلك عصبة الأبطال اللي غادي تعرف مباريات قوية بمشاركة الرجاء وكذلك الجيش الملكي، ونتمنوا التوفيق للوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية. إذا هذه المباراة ديال نهضة بركان بالضبط مباراة مهمة ومفصلية. الانتصار فيها لنهضة بركان غادي يجعلو مجددا يعني يهرب في الصدارة، وكذلك الانتصار غادي ربما غادي يفتح شهية البراكنة في مواجهة النادي المكنسي هنا بالملعب البلدي لمدينة بركان يوم 19 ديسمبر الخميس بالملعب البلدي لمدينة بركان، مواجهة النادي المكناسي والهروب في المقدمة ديال الترتيب. كذلك إذن من المفارقات العجيبة الغريبة أن الفريق الملعب المالي حل مبكرا بالمغرب وهو حاليا يتدرب بالملعب البلدي لمدينة أحفير. حاليا فريق الملعب المالي يتدرب بالملعب البلدي لمدينة أحفير. جاء المغرب مبكرا. علاش جا مبكرا؟ لانه بغى يتادابطا مع الاجواء ديال المغرب. كيتريني في الساعه 8 ديال الليل، 7 ديال الليل، 6 ديال الليل بالمغرب. الجو بارد ليلا هنا بالملعب البلدي لمدينه بركان، وبالتالي الفريق المالي يريد التاقلم مع اجواء المغرب هنا بالملعب البلدي لمدينه بركان والملعب البلدي لمدينه احفير. من المنتظر ان تكون مباراه قويه بمشاركة يعني كل لاعبين نهضة بركان باستثناء السي حميد الغازي تيك توك، دخل تيك توك، باستثناء المصاب طبيعة الحال البرازيلي سانتوس الذي يعني المصاب هو اللي ما غاديش يكون واجد، ولكن جل اللاعبين غادي يكون كل اللاعبين غادي يكونوا واجدين ان شاء الله باستثناء البرازيلي سانتوس. اذا المباراه قويه، تعرف مشاركه اكيد غادي تكون ساديه في الجهه طبيعه الحال اليمنى او الجهه بطبيعه الحال ديال ربما غادي الى
الى دخل المدرب بالسيستم اللي كيدخل به 4-4-2 او 4-3-3 غادي يكون سديل متواجد. الى دخل المدرب 3-5-2 او لعب بالسيستم ديال 3-5-2 في الحاله الهجوميه و5-3-2 في الحاله الدفاعيه، فسديل اكيد غادي يكون متواجد، ولكن في السيستم ديال 3-5-2 ما غاديش يكون متواجد. ولكن المدرب ما غاديش يغامر بلي السيستم، غادي يلعب بالسيستم اللي ديجا مادابتين عليه الفريق البركاني. اذا منعوت في اريار دروا، سديل اريار غوش، يوسف ودايو والعسال في الدفاع. كذلك غادي يكون ان شاء الله عودة كاميرا الى وسط الميدان الدفاعي، اكيد عودة اكيد. وغادي يكون البحيري، وغادي يكون كذلك الزغودي في ليزال، وبول فالير اكيد غادي يكون، والمهري. اذا صراحه اداء بول فالير فيه مجموعه من الملاحظات والمؤاخذات. يعني الصراحه بول فالير خصو يجتهد، خصو بزاف بول فالير، لان نهضة بركان محتاجه الى مهاجم قوي قادر على انه يعني يعوض البراكنه على مجموعه من الاخفاقات ديال المهاجمين، خاصه ان بول فالير ربما 5-6 المباريات ما سجلش. اذا بول فالير هذه فرصه انه يسجل هنا بالملعب، خاصه بالملعب البلدي لمدينه بركان امام الجماهير البركانيه، باش تكون فرصه ومناسبه باش انه يعود ان شاء الله الى اجواء التهديف، لانه بصراحه بزاف هذه ما سجلش، وحتى هنا بزاف هذه ما سجلوش. يعني المهاجمين اكيد المهاجمين بزاف هذه ما سجلوش، وهي يعني انتكاسه للهجوم البركاني. ان صراحه البراكنه المهاجمين ما بقاوش يسجلوا، والسي حميد الغازي يدخل لتيك توك ما بقاوش يسجلوا، وليزال حاليا اللي بقاو يسجلوا، او الدومي اللي بقى يسجل بحال رضا حجي، وحتى المدافعين بحال يوسف ضايو هما اللي بقاو يسجلوا. مشكله نهضه بركه رغم اننا كننتصروا الا ان المهاجمين ما كيسجلوش، وهذه راه مشكله كبيره لفريق نهضه بركه. المهاجمين ما بقاوش يسجلوا، مشكله كبيره لفريق نهضه بركان، ويجب هذا المشكل يعني دراسته من جميع الجوانب والاحاطه به كذلك. فإلا المهاجمين ما بقاوش يسجلوا، اذا راه عندنا مشكل في فريق نهضة بركان لكرة القدم. لابد من السيد المدرب في الميركاتو الشتوي والاداره انها يعني تشوف لهذا المشكل وتشوف كذلك التبعات ديالو، لان ما يمكنش دائما وابدا اننا يعني نستعانوا بليزال او المدافعين او حتى لي دومي انهم يسجلوا، وهذا مشكل كبير في فريق نهضة بركان. كذلك الاخوان الكرام لابد للاشاره ان حتى البحيري اصبح يعني الاداء ديالو في مرحله الشك، يدخل مرحله الشك، لان تراجع كبير الصراحه البحيري تراجع كبير ديالو، وخصنا وسط ميدان الهجومي ديس من الاولويات، وخصنا اتاكو من الاولويات كذلك. اذن تحيه لجميع الاخوان ناس تيك توك، نتمنى تبارطاجيو هذا اللايف مع الاصدقاء الاصحاب. ديروا ابوني في قناتنا بركاني ميديا في تيك توك، ديروا لنا ابوني، صيفطوا لنا الورد القلوبه باش يوصلكم ديما الجديد. الناس الفيسبوك بارطاجيو شي معنا اللايف، ما راكمش دايرين البارطاج. الناس الفيسبوك بارطاجيو اللايف ديال انا بركاني تيفي في الجروب الصفحات وعندكم في الكونت، بارطاجيو وديروا لنا ابوني اللي ما دارش ابوني، وديروا لنا جام والقلوبه وراكم تما. طلعوا في قناه انا بركاني اللي عادت من بعيد وعادت بقوه. اذا نواصل هذا البث المباشر مباشره من مدينه بركان. نحييكم ان شاء الله. كل توقع تصب في خانه ان فريق بركان غادي ينتصر بواحد 4-1 4-0. اذا ان شاء الله وخصنا نضمنوا التاهل مبكرا باش نستعنوا بدكة البدلاء، وكذلك الفريق الاول يتلهى مع البطوله الوطنيه، يكسب مزيد من النقاط. لابد اننا يعني نفعلوا هذه الخاصيه، اننا نفكروا اننا نتاهلوا مبكرا باش نضمنوا النقاط ديال هذه المباريات، ونتاهلوا مباشره الادوار
المواليه، باش ما يكونش عندنا مشكل اننا يعني نلعبوا ندوروا جميع اللاعبين، في حين انا البطوله الوطنيه محتاجه كل لاعبين. انا البطوله الوطنيه يعني فيها مباريات قويه، عندنا الرجاء، عندنا الوداد، عندنا الجيش، المغرب الفاسي، مباريات قويه 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 لا بد فيها من حضور كل اللاعبين، ولا بد فيها كذلك من الاستعانة بكل الخبرات البركانية. حتى اللي بليسور غادي نستعانوا بها. البطولة طويلة، البطولة طويلة حاليا. إذا هاد لي ماتش كاملين خصنا نضمنوا فيهم مجموعة من النقاط، باش إن شاء الله الأدوار المجموعة ما نلقاوش مشكل. تحية السي حميد الغازي مباشرة من العاصمة بوكشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سي ميموني، تحية للمشاهدين الكرام داخل وخارج الوطن. تحية لك السي حميد، وتحية جميع الإخوان والأخوات. واش مازال ما عندكش حق الصورة حميد؟ ما عرفتش انا هذا الفيديو ما يبغيش يخرج لي، ما عرفتش انا. إذا الإخوان والأخوات ديروا أبوني لحميد، ديروا له أبوني باش يوصل 1000 أبوني، باش تبقاو تشوفوا الصورة ديالو. ديروا له أبوني للقناة ديالو حميد الغازي، أبوني والقلوبة والورد، وبارطاجيو هاد اللايف، وبارطاجيو القناة ديال حميد الغازي باش تكبر إن شاء الله، باش يبقى يبان الصوت وصورة مباشرة من العاصمة زنقة الحديقة بويقشار. تحية للسي حميد الغازي. واش كاين شي برد في بويقشار لا ما كانش؟ والسم ديال البرد ماشي غير البرد، البرد هكاك تشوفه بعويناتك. إذن بركان تعرف أجواء باردة باردة، لذلك راه من حسن الحظ الفريق المالي أتى مبكرا إلى المغرب، أتى مبكرا إلى المغرب، وحاليا يتدرب بالملعب البلدي لمدينة أحفير. السي حميد الفريق المالي كان ذكي، أتى مبكرا إلى المغرب، هو حاليا يتدرب بالملعب البلدي لمدينة أحفير في جميع الأجواء الجوية، وفي جميع يعني يعني التوقيت كيلعب بطبيعة الحال قريب للمغرب، يلعب في مور العصر وقريب للمغرب. اذا حاولوا يستعين بالاجواء اللي غيلعب فيها في الملعب البلدي لمدينه بركان، اجواء بارده 8 ديال نعم، الليل. وفعلا يعني الفريق المالي يعني كان سبق لنا، واجهنا في دور المجموعات الموسم الماضي، انتصرنا عليه ذهابا وإيابا. انتصرنا عليه هنا بالمغرب بالثلاثية. هو أراد يعني كما نقولوا الاستئناس بالأجواء المغربية، وكما نقولوا يتأدابط مع الأجواء ديال المغرب، لأن الفرق الإفريقية ما متعوداش تلعب في المساء بالليل، متعودة تلعب بعد الزوال. هما بغاو كما نقولوا الاستئناس بالاجواء الليل والتاقلم مع الجو، باش ربما يديروا شي نتيجه ايجابيه اللي تخليهم في السباق. ولكن نظن ان النهضه البركانيه بدورها مستعده لهذه المواجهه، معنويات مرتفعه، يعني الصدارة عن جدارة، الفوز في الأدغال الإفريقية بثلاثية، مجموعة تاع الأمور اللي تبشر بخير واللي تخلي الفريق أنه بواحد المعنويات مرتفعة، بواحد الفرح والسرور وواحد الجو أخوي داخل النهضة البركانية. نظن أن الفريق الملعب المالي ولو أنه يتدرب أسبوع كامل، هذا ما يعنيش أنه غادي يتأقلم بسرعة مع الأجواء، وخاصة جا في واحد الظرفية استثنائية اللي هو واحد البرد اللي حنا اللي كمغاربة ما متعودينش عليه، وبالأحرى الأفارقة. لهذا نظن غادي يلقاو صعوبة إلا غادي يبقى هذا البرد من اليوم للأحد. ونظن أن الفريق وتلبس سي البركاني حميد، وتلبس الشورت والتيشورت، و... وتلعب مع 8 ديال الليل في الملعب البلدي لمدينه بركان وانت عايش في الصحراء. اذا وهذا برد هو قلت لك، ما حنا مغاربه وعايشين هذا الجو ما مولا، حنا غير 3 ايام وتبقانا. وهما كما قلت غادي يلبس الشورت والتريكو دومي مونش وغادي يدخل دوك الاجواء. نظن انا صعيب التاقلم في ظرف 3 ايام او اسبوع. نظن النهضه البركانيه بجميع المكونات ديالها جاهزه، ما عدا غياب اللاعب البرازيلي سانتوس، اللي الطبيب الفريق يؤكد الغياب ديالو. نظن ان جميع المؤشرات تصب في صالح النهضه البركانيه، ونتمنى خير للفريق البركاني باش ان شاء الله ينتصر في هذه المقابله، باش تعطى الفرصه للاعبين اللي في دكات الاحتياط في باقي المقابلات تاع الكاس الافريقيه. ان شاء الله السي حميد. اذا كما قال السي حميد، كما قال السي حميد،
فالاجواء البارده ستؤثر لا محاله على اللاعبين ديال الملاعب المالي، وستؤثر حتى على لاعبين نهضه بركان، لان هذه البروده هذه لم نتعود عليها من قبل. يعني نزول درجه الحراره الى في الليل الى ما ربما دون الصفر، يعني ما عندناش حساب بالضبط. انا عندي المحرار ما عبرتش، ولكن كاين ما دون الصفر، ربما تكون واحد زوج، ربما اقول ربما، يعني الشك وليس يقين. اذا السي حامد نتمنوا الفوز لفريق نهضة بركان، ان شاء الله غادي يكون الفوز بواحد الرباعيه لواحد. انت السي حميد قلت شحال قلت فوز نهضة بركان؟ 3-1. 3-1 السي حميد، كما قال السي بن يحيى على المباراة السابقة في جنوب افريقيا 3-1. اذا حميد راه يقول 3-1، انتصرنا ب 3-1. انا اقول ب4-1، وان شاء الله ان يكون الموسم المنصرم انتصرنا عليهم بعد 3-1. ثلاثية. نعم، ان شاء الله هذا الموسم نهضة بركان قوي جدا، ولكن ضعيف هجوميا. الهجوم البركاني لم يسجل منذ 4-5 دورات، 4-5 ماتشات، يعني مباريات. ونتمنوا شي انتداب قوي في قلب الهجوم هذا الانتدابات الشتويه. كاين مهاجم افريقي 100%، وكاين وسط ميدان 10 100% من فريق مغربي، فهمت؟ نعم. ومعروف. عندي معلومات ولكن مازال ما تاكدتش. لا كاينين هاد اللعابه، يعني راه عارفهم، انا عارفهم. الفريق المغربي فريق كبير في المغرب. اللهم يسر لفريق البركاني إن اللهم شاء امين. الله. نواصل هذا البث المباشر مباشره من كذلك واحد المعلومه سي ميموني، نتمنوا النجاح والتوفيق للاعب بيلو في صفوف الفريق الكبار تاع النهضه البركانيه، وتعطى له الفرصه. لاعب جديد ان شاء الله. عنده مشكل تاع التاشيره في المقابله السابقه في جنوب افريقيا، ما تعطاتلوش التاشيره. نتمنى له يعوضها هنا في مدينه بركان ان شاء الله. باش يدخل اساسي صعيب، ربما يكون في لا ماشي اساسي، غادي يلعب ديك 20 دقيقه الاخرى، 15 دقيقه، 10 دقائق. ما يمكنش تلعبوا 9 دقائق، غادي تحرقوا ان شاء الله. كذلك اللاعب حجي، يعني نتمناوه في التشكيله ان شاء الله الاساسيه، لما ابان عليه من قذفات صاروخيه بجنوب افريقيا. نتمنى يعيد الكره هنا بالملعب البلدي لمدينه بركان. فحجي ابن الحي العالمي بوهدله، قادر على ان يدك اي شباك برجله اليمنى او اليسرى. الله يحجبه بالعين والله يزيده، وان شاء الله يكون رمز من رموز البراكنه، لانه اللاعب الوحيد البركاني بالفريق. بطبيعه الحال ان شاء الله في انتظار ما تفرز هو الاكاديميه من لاعبين شباب البراكنه يمثلوا نهضه بركان. السيد المدرب لا محاله غادي يعتمد على التشكيله اللي لعب بها المباراه الفائته، بطبيعه الحال تحت تطبيقا للقاعده الفرنسيه نو شونج با ليكيب كي غان، لا تغير الفريق الذي يفوز. اذا السي حميد واش يتوقع شي تغييرات؟ كان تغيير واحد اللي غادي يكون على ما اظن 100% غادي يكون تغيير تاع المساوي مكان ساديل. لا اظن ان المساوي غادي يدخل، لا اظن ساديل قد مستويات كبيره. ديها مني ربما غادي يدخل المساوي مع النادي المكناسي، ولكن لا اظن غادي يدخل مع الملعب المالي، لان الريتم ديال ساديل اصبح عالي جدا. والريتم اصبح، يعني الريتم لا يسمح للمساوي بالدخول. ربما مع النادي المكناسي يقدر يدخل، ولكن لا اظن غادي يدخل مع الملعب المالي اللي بطبيعه الحال لاعبين خشونه وقويين وواحد الريتم عالي وجاو للمغرب بكري. لكن مساوي يمتاز بالتجربه، ساديل باقي خاصو شويه تجربه وخاصو شويه المقابلات في الجليد. السي حميد ساديل الريتم ديالو اصبح عالي، خاصه في الثنائيات والجري، عنده الجري، واللاعبين الافارقه كيجريو سراع وقويين. خصنا ساديل السي حميد. الا كتهضر بالعاطفه حاجه اخرى، لا ماشي بالعاطفه، كنهضر بالتجربه، والتجربه تقتضي حضور ساديل، لانه يملك الريتم ولا يملكه المساوي الريتم. المساوي غيلعب مع النادي المكناسي نهار 19 هنا بالملعب البلدي لمدينه بركان. وي السي امين محمد كيقول لك حمزه مساوي تقال اخويا الميموني، فريمون تقال. انا تفرجت له اون ديريكت، يعني راه تقال بزاف. وحتى سرعه الجري اصبحت، يعني خصو يخدم على راسو، خصو يخدم بزاف.
ان شاء الله العلي العظيم. حتى في مباراه النادي المكناسي ربما نشوفوا المهدي مفتاح حارس نهضه بركان، يعني ربما نشوفوه المهدي مفتاح ربما امام النادي المكناسي، غادي نشوفوه السي حامد بالنسبه للحارس ديال بركان. نظن هذه مغامرة مع كامل احتراماتي للمهدي مفتاح، ولكن انت تلعب على البطولة ومقابلة مصيرية مهمة والمطاردين بداو يلتحقوا عليك وغاتشونجي حارس رسمي اللي كيعطيك الثقة ويعطيك الأمان. نظن هذه مغامرة من المدرب إلى قدم عليها. يعني انت غادي بواحد الريتم مزيان وعندك واحد ليكيب كيغان كيما قلت انت، نو شونج با ليكيب كيغان، والحارس كنعرفوه في الفريق كيعطي الامان تاع 50% الثقه، وغاتشونجي واحد الحارس اللي ما لعب حتى مقابله هذا الموسم وتعطيه الدخول في واحد المقابله مصيريه، ولا خسرتها وتعادلت فيها ما غادي يلتحقوا عليك ونصدقوا علاش وكيفاش. انا ضد هذه الفكره. رايك يحترم السي حميد. نمشيو عند السي امين محمد. الساديل لعب جوج ماتشات، اللي ماتش في لافريك دار بوم ماتش فيهم، لعب ثلاثه الماتشات لعب من غير لافريك، لعب لافريك امام الفريق الانغولي، لعب امام جديده، ولعب امام الفريق ديال جنوب افريقيا، والروتور هنا بالملعب البلدي اكيد غادي يلعب امام الفريق كذلك المالي ان شاء الله. ولا خوف على النهضه البركانيه مع السي عبد الخالق الدحماني. وتحياتي، يقول تحياتي من روتردام سي غرافي. تبارك الله عليك خويا عبد القادر. السلام عليكم سي بوشيخي وجميع الاخوان. نواصل هذا البث المباشر. الاخوان البارطاج، ناس تيك توك بارطاجيو معنا اللايف في لي كونت ديالكم، اعطيونا ابوني للقناه انا بركاني، واعطيونا القلوبه، واعطيونا لي جام، واعطيونا الورد. وناس الفيسبوك ديما ناعسين، ناس الفيسبوك بارطاجيو شويه معنا اللايف باش يكبر. ديروا لنا ابوني للقناه بركاني وبارطاج في الجروب في الصفحات وحتى في الواتساب. اللهم يسر. تحياتي لجميع الاخوان. نواصل هذا البث. السي حميد، ما اختلفناش في الحارس والدفاع. وسط الميدان الدفاعي ربما غادي يستعن المدرب كامارا. شنو الراي ديالك السي حميد؟ ما نظنش لان كامارا عنده عروض وكيستعد للرحيل. نظن غتعطى الفرصه لسي دي بي، وخاصه غادي يجازيوه تكون المقابله هذه العيد الميلاد ديالو اللي كانت اليوم، ربما تكون تتويج لعيد الميلاد ديالو والمسار لان على السي دي بي بغض النظر على كامارا غادي يحل. ملعب مالي عندهم قامات طويله وبنيه جسميه قويه. حتى كامارا طويل، حتى كامارا لا، طويل. ولكن سي دي بي عنده واحد الاندفاع بدني قوي لا لا شوف امير، نتفق معك في حاجه واحده، وفريمون راه غادي يمشي كامارا للدوري الفرنسي بواحد 99%، وحنا رانا نوجدوا سي دي بي، هذه متفق معك فيها. داك الشيء علاش قلت لك انا غادي يحل تعطى الفرصه لسي دي بي وتكون هديه في عيد الميلاد ديالو، لان باش يكون في ذاك المركز الرسمي، باش عاودك تعطى فرصه للاعبين اخرين، لان كان مجموعه تاع اللاعبين اللي غادي يحلوا حتى في الانتقالات الصيفيه، لان ربما اللائحه بدات تناقش من الان ما بين الاداره والمدرب لاستقطاب لاعبين اخرين وتسريح ان لاعبين شاء الله. اخرين، لان كان واحد المجموعه تاع اللاعبين حاليا ما غاديش عليهم المدرب، وربما غادي يتم التسريح ديالهم ما بين 4 أو 5 لاعبين. دابا نقولهم لك في الخاص شكون هما، لا لا وربما راك لا. عارفهم. السي امين محمد يقول لك نتمنى في الهجوم يلعب يوسف الزغودي والرياحي. خطا اخي، يوسف الزغودي والرياحي ماشي مهاجمين صراحه. المهري يلعب تسعوي مهاجم صريح. اش بالك خويا الميموني؟ لا، الزغودي يلعب ايلي. الزغودي جناح، والرياحي يقدر يلعب جناح، وبالمهاره ديالو، بالمهاره ديالو انا نتمنى المدرب يعطي له الثقه. الرياحي والله العلي العظيم انا كنشوفو والراي ديالي متفق معك، متفق معك في الرياحي حسن مهري. وي، ولكن انا الرياحي كنشوفو اخويا دومي ولا 10 ولا 10، كنشوفو 9 ونص ولا 10. انا الرياحي ما كنشوفوش مهاجم، لانه سريع اخويا وقادر يصيد الاهداف، وسريع وقادر بالمهارات الفرديه انه يخلق وتقني الفارق. مهاري، يعني يقدر يدير برافو المهاري. عليك. وهو يلعب قبل المهاجم، وماشي يلعب مهاجم صريح. 9 يلعب في ونص الدور تاع المهاجم. 9 ونص 10. نتفق معك خويا. الرياحي ويز سريع ويمكن لك يسيد الاخطاء، يمكن يصنع الفارق.
الزغودي ليس مهاجم. الزغودي هو جناح ملي جا الزغودي ماشي البركان مهاجم. هو جناح المهري ليس مهاجم. مهاجم. وي الزغودي في الهجوم ما يدير لك والو، بصح في الأجنحة يلعب تبارك الله، يلعب وسريع تبارك الله، وأثبت يعني الفاعلية ديالو بحال اللي كان عندنا حمادة العشير. حمادة نعم. العشير ماشي مهاجم، كان جناح، وراكم شفتو تبارك الله الكواري اللي كان يعطي لاباكوجو تاع عقلو، يعني كان جناح تبارك الله حمادة العشير. اذا لابد يعني باش نكونوا واضحين، بول فالير مهاجم صريح اتفق معه، المهري مهاجم صريح متفق معه، بصح الرياحي والزغودي ليسوا مهاجمين يعني كصناعة هجومية. سي حامد التعليق ديالك. ومتفق معك، يعني كلامك على صواب. يعني بول فالير مهاجم صريح، يعني المهري كذلك، ولكن الزغودي انا ملي كنعرفو يعني حتى في الفريق ديالو في القسم الثاني كان يلعب جناح. يعني هذه هي المهمه اللي يقدر ينجح فيها. اما باش كتلعبوا في قلب الهجوم ما غادي يعطيك حتى شي اضافه، وغادي يهرس لك الريتم. لهذا يعني وشفنا الاضافه اللي عطى في جنوب افريقيا كجناح، يعني عطى الاضافه وساعد الفريق كثير باش ربحنا بثلاثيه. ونظن حتى كجناح في مقابله يوم الاحد غادي يكون سريع، غادي يعطينا الاضافه كجناح يوم الاحد. ان شاء الله يوم الاحد غادي يكون في الموعد الزغودي كي بركان خويا خالد تلعب يوم الاحد الساعه 8 ليلا في اجواء بارده وبارده. نتمنى الفوز لبركان ان شاء الله، وتكون السخونه في المدرجات ومصفين الرفروم. نيويورك سيتي كيتوقع 3-0 لبركان، وعبدو ربيه محمد الميموني من قناتنا بركاني كيتوقع 4-1، والسي حميد كيتوقع 3-1. خالد غادي تجيب لنا دور ان شاء الله، ونصونيك خويا محمد. مرحبا خويا خالد، تجيب لنا دور. عيط لي السبت، ما تعيطليش لحد، عيط لي السبت اخويا باش نضرب حسابي بلي راه غادي تجي عندي من ناظور، راك عارف بروغرام شارجي. بارك الله عليك خويا، مرحبا بك. ونديو اللهم معنا يسر. الميموني الملعب، واخا البرد نديوه يدخل. لا لا راني نمشي، راكم عارفين بلاصتي، انا بلاصتي، انا البلاصه انا ديالي ما تبغيوهاش نتوما. نقعدوا معك السي ميموني ونجيو نجلسوا معك في المدرجات العاديه. لا كنجلس في المدرجات المكشوفه ديال 40 درهم. واش راه يقول هذا؟ لك صحاب النظر وكل شيء يجيو ان شاء الله. مرحبا بهم صايدو اخويا. صايدو هذا مغربي يكون في هولندا ربما. اخويا انا غير بغيت نعرف شنو كتقول، واش جناح ماشي هو مهاجم؟ جناح ويمشي ماشي هو ما مهاجم فهمش يا خويا. مسكين. الجناح اخويا هو مهاجم اللي يلعب على الجناب، يلعب على اليمين وعلى اليسار. الاجنحه الي دروا الي غوش، الي دروا الي غوش، فهموا السي فهمت؟ ميموني بطريقه يعني مبسطه. الجناح ماشي مهاجم، يعني الجناح كيعطي الكره للمهاجم، الجناح كيعطي العرضيات، الجناح اللي كيدير الكونتر المهاجم الصريح هو يترجم هو الفرص الاهداف. اللي كيترجم الفرص اللي كيعطيو الجناح الى اهداف. فريمون الكره الحديثه والكره العالميه الحديثه ان حتى المدافع راه مهاجم والوسط الميدان الدفاعي مهاجم و ولكن اخويا هاد الشيء راه تعطى غير القليل ديال اللاعبين في العالم، ما تعطاش لكل شيء. ميسي واش كان مهاجم؟ ميسي راه كان 10 قبل المهاجم، وكان يسجل اكثر من المهاجمين. كريستيانو كريستيانو، رونالدو. كريستيانو في بعض الفترات كان يلعب جناح وكان يسجل اكثر من المهاجمين. وشكون اللي كان مهاجم؟ بنزيما ماشي كريستيانو. وانما كل مدرب في كيوظف اللاعب وعلى حسب السيستم دو جو، طريقه اللعب. 4-3-3، يعني واحد ادروات واحد غاش واحد قدام، فهمت؟ 4-1 البحيري و4-1 بول فالير، فهمت؟ بول فالير هو الهطا كل وحيد. اذا الزغودي غادي يكون ايلي. واخويا سيدو متفقين معاك. الجناح هجومي يعني راه مهاجم ايسر ولا مهاجم ايمن، يعني ماشي في قلب الهجوم. اخويا قال لك راكم غالطين سايدو، راكم غالطين، قال لك اخويا سايدو قال لك راكم غالطين اخويا بزوج. غلطين والله بجوج. يسر اخويا، الله يسر.
هو فهمنا خويا، عطينا كان شي معلومة جديدة خرجتها الفيفا في المهاجم. وصاحبي شوف، واش قال لك راه مهاجم اصاحبي، وصاحبي راه ماشي، وراه الاجنحه اللي زال اون فرونسي. واش الناس ديال الفرونسي غير يغلطوا، الناس ديال العربيه غير يغلطوا؟ وإلي دروا وإلي كوش، واش غادي يغلطوا فيهم ناس الفرنسي وناس العربيه؟ الله ينلع الشيطان اصاحبي. اخويا خالد غدا تلقوا التيكي. ها هما التيكيات راهم مورايا، هادو هما اللي راهم مورايا، ها هما، ها هما 30 فوقاش درهم و 40 كاينين. درهم. واه هادو هما. حمزه المساوي خويا كيقول لك الزغودي جناح ايمن، برافو عليك. عماد الرياحي جناح ايسر، برافو عليك. فهمت؟ بالهولنديه راه يترجم لك السي عبد الخالق التحماني، راه قال لك، راه قال لك راه خطفوا في الاخر. فهمت؟ هذه هي بالهولنديه، ما عرفتش واش راه يقول. امين محمد طلعنا خويا الميمون، نعطيك التشكيله ديال نهار الحد، والله ما راك عارف، يكونوا غير زوج، انا راك فاهم، انا وحميد رانا ديالنا داك الديو ديال انا وحميد. فهمت؟ ما نقدروش نطلعوا اكثر. هادشي اللي كاين اخويا، برافو، مرحبا اخويا، حنا نتقبلوا بعضياتنا، حنا متفقين على ان الكره الحديثه راه ما فيهاش مهاجم ومدافع وحارس، كلشي يسجل وكلشي يلعب، متفقين. واش تيكي موجود نهار الحد مع الصباح اخويا خالد؟ مرحبا، كاين، اجي هذا مع الحد الصباح. يكون مع الصباح، ولكن ماشي في الصباح الملعب. كاين لا ولكن نفهموه، آه ماشي في الملعب، في القاعة كاين تاع في الباسكيت. قاعه المجد، القاعه المغطاه ديال الباسكيت المجد، اللي مشيت ليسي ليمون، غير دير في جوجل ماب ليسي ليمون وغادي تلقاهم تما. وي، ومرحبا بالاخوان والاخوات اللي كاع غادي يجوا من جميع المدن المغربيه. كاين تيكي، كاين تيكي، ولكن نهار تلعب الوداد والرجاء، ولا تلعب شي زمالك ولا شي فرقه كبيره في بركان، راه التيكي من نهار الجمعه ونهار السبت. نتمنى خويا التيراني يبقى عمر ان شاء الله. شكرا خويا خالد ومرحبا بك، عيطنا نديرو قهوه خويا، مرحبا تجيبو تاع حميد الغازي الا بغى اللوفت، يتواضع معنا. اللوفت اون فاس قاعة المجد. وقصة الميدان، وسط الميدان سيدي بي وأيوب خيري ورضا حجي، تشكيلة يعني يدخلوا تيتيلات، تشكيلة أساسي صعيب، لما صعيب يتجمع سيدي بي وأيوب خيري لا ورضا ما حجي، نظنش صعيب انا. تيتيلات، ايوب خير واه. سيدي بي كاينة، صح، ما تزيد ديال معاهم مدران حجي، ما تاع نظنش. الجزيرة، واه سيدي بي يقدر، بصح أيوب خيري ورضا حجي تيتيلار صعيب، لأن حنا جواكر كنلعبوا بهم، يعني كنلعبوا بهم، بهم كنديروا لا البلون من بي، يدخل كنشونجيو كي اللعب يدخل البلون حجي بي. كيخرج خيري. لا كنديروا بهم حتى البلون بي، يعني الورقه واه الثانيه اللي بلومبي. قال كنلعبوها. انت خالد قال لك انا صاحبي مجد مدران، تبارك الله عليك خويا هو خالد، عيط له ليه مساء. يعطيك التيكي، كون في القهوة تاع الجزيرة نهار الحد. وسط الميدان يكون سيدي بي والبحيري، شكون قال لك؟ ايوب خيري. لا لا، صعيب صعيب، هذا حجي بحال ستيل ديال بكر الهلال، لا 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 ماشي ستيل ديال بكر الهلال. لا فرق لا لا كبير. لا بكر الهلالي وسط ميدان دفاعي، يلعب دفاعي، ما عندوش الكاش. المهاره اللي عند تبارك الله عند رضا حجي، وحتى التسديدات ما عندوش تبارك الله بحال اللي عند حجي. بكر الهلالي كان جوكر، وي كان بكر الهلالي راه لعب حتى ناف اخويا حامد، لا تحكم، بكري لعب لا. ناف، الجعواني كيلعب بكاع لي بوست. لعب طروه، ولعب خمسه، ولعب ربعه. لعب كاع لي بوست لعبوا وصراحة راه كان يعطي زعما صراحة، غير كان السين جوكر تقدم اخويا السين ديالو باكر، اللي دارها. كان جوكر تبارك الله ما شاء الله، زعما كان جوكر صراحه، لا ينكره احد. تبارك الله على الاخوان جميعا اللي راه معنا في هذا البث المباشر. زعما الصراحه حنا كنحاولوا، يعني كنحاولوا نبسطوا الامور، والامور كتمشى سوبلاس، ونتقبلوا بعضياتنا ونشوفوا بعضياتنا. شحال من واحد عنده افكار غالطه على الكره العالميه او الكره المغربيه وحتى الكره البركانيه. راه كاين اللاعب اللي كتشوفوا انت اوفونسيف هو راه ديفونسيف، كيما اللي كان عندنا الناجي راه ديفونسيف ماشي اوفونسيف. راه كتشوف شي لاعب هكذا كتقول يا ودي راه هكذا، وهو راه ماشي هكذا، ماشي زعما راه شي حوايج كتعرفهم بالممارسه، ماشي ماشي كيتعطاو لكل شيء.
راه باش تعرف السيستم دو جو والتاكتيك دو جو، لي بلون ا، البلون بي، بلون واحد، بلون. علاش كنديرو بلون بي؟ لان حاصلين متعادلين ضاغطين علينا، نهرسو الريتم، نمشيو لبلون بي. بلون بي خص تبدل السيستم دو جو في الدفاع مثلا باش تلعب مثلا في الدفاع 5-3-2، في الحاله الهجوميه 3-5-2. فهمت؟ هاد السيستم راه كيتقرا وعنده حمزه مساوي. داكشي على رضا حجي اخويا. فالفيردي السيستم، رضا حجي يبغي المساحه ويبغي الحريه. فهمت؟ فبالتالي رضا حجيني وباش ما يعجبك يمكن. رضا حجي عنده ديك الجرأة يقذف من خارج المربع العملي. متيري تبارك الله ما شاء الله، هو ديك الجرأة ما ما عندناش لي عطياش. كادري، عندنا ما جوج لعابه اللي عندناش كادري وسانتوس وحجي. ثلاثة. من بعد ما مشى لنا السي بن يحيى تبارك الله على الثنائي الرائع، السي محمد الميموني والسي حامد الغازي ما شاء الله تبارك الله. السي بن يحيى مباشرة من عاصمة الأنوار باري 74. تحياتي لك السي بن يحيى. أمين محمد تشكيلة، منير محمدي ضايو العسال ساديل من عوت، سي دي بي والاخر شكون قال لك؟ ايه الزغودي ميري فالير وكاين ميري. هذه زغودي هي نيشان. فالير ميري. اوه، واخويا تموت على بول فالير. حتى خيري كيتيري مزيان. وبغينا الكادراج اخويا عبدو الادي، وبغينا الادي في الشبكه في 90. ان شاء الله خير يكون كادري بحال حجي، ما كرهناش والله ما كرهنا ان شاء الله. ولكن باش يجتمع خيري وحجي صعيب صعيب في هذا السيستم دو جو ديال المدرب. يكونوا بلون بحال مثلا يلعب خيري ويدير بلون بي شونجمون حجي ان شاء الله باش يقلب لنا لي ماتش اللي نكونوا حاصلين فيها. تبارك الله على الجميع. انتقالات الشتويه سيد هابو اسامه. شكون سيد هابو المليوي؟ المليوي بول فالير ما عنديش معاه اخو الميموني، ولكن غادي يدخلوا المدرب. وراه كاملين بغيناه يفيق والله الا كاملين، لا هو لا المليوي. لكن بغيناه الناس يفيق. بلا السيميموني في القضيه تاع بول فالا. نقول لك في واحد القضيه فاش رجع واخا ماشي هداف ما كيسجلش، ولكن راه كينفع الفريق بزاف. كيبلوكي، كيلعب بلا كره، وين متفق كيدير معاك. لابوي ولكن كيدير لابوي حميد، كيشد لك مدافعين. حميد اخويا حميد، راه المشكل، راه المشكل 5-6 د المباريات ولا كتار يمكن ما شاش. هذا هو متفق المشكل. معاك، فهمت؟ متفق معاك. ولكن في نفس المدرب كيشوف هذا الشيء، ولكن في واحد لوطا كوتي كيساعد المدرب في شي حوايج اللي حنا تقنيين ما نفهموهمش. فريمون كيلعب بالجسد كما قال الاخ بورش، كيلعب بلا كره بحال اللي كان عندنا شنو سميتو، راه في الجيش سميتو، اللي كان عندنا آه في بركان ن- ديال اه آه ناجي لا فحلي اللي كان كان عندنا كان مشى للجيش واه ولد اكادير كيقولوا له اصاحبي. فحلي. الفحلي كان يلعب بلا كره، ولكن كان يقبط لك 2-3 وانت راه شجي. شوف فهمت؟ علاش الاجنحه كيما بول فاليا كيقبض لك المدافعين وكيخلي اللي زال هما اللي يسجلوا ولا المدافعين يسجلوا. دابا الكره الحديثه تطورت ما يلا بقاش غير يلا المهاجم يلا. الصحيح اللي يسجل. داك الشيء اللي كنقول حتى انا صاحبي. 9 عبدو ادي 9 الدور ديالو يضرب الشبكه، واش من يشد ليه الدفاع. يا خويا عبدو ادي خصك تفهم واحد الحاجه، راه السي حميد هضر على الكره الحديثه، راه اللعاب انت كتشوفو ميت. فهمت؟ ميت. انت كتشوفو، ولكن هو راه احسن لاعب في المباراه، قبل لك 2-3 كما كان يدير مصطفى كوندي. مصطفى كوندي كان يقبض لنا 2-3 واللاعبين اللي معاه يسجلوا. ما نمشيوش بعديا كنمشيو لاحسن فريق في العالم ريال مدريد. بنزيما يكوفي وكريستيانو ماكي. متفق معاك. ودابا في ريال مدريد شكون اللي كان مهاجم صريح؟ واش كريستيانو ولا بنزيما؟ بنزيما بنزيما. كريستيانو جناح وهذاك مهاجم صريح، وكريستيانو ماكي مع شحال في العام وهذاك ماكي 5 ولا 6. متفق معاك، هذا هو السيستم تاع جو اللي راه كاين اليوم اخويا في حميد. العالم عندك كامل كاين هذه القضيه تاع اللي زال هما اللي كيسجلوا ولا المدافعين. تلقى المهاجم صحيح كيشد لك 2 3 تاع المدافعين في الكاري وكيخوي لك الاخرين يخليهم يخلي لك اللعابه ديالك ليبر. واه متفق معاك.
راه كاين الشعباني واعي بهالقضيه وكيشتغل عليها. كل ما شافهاش ما مسلكاتوش ما يعتمدش عليه في كل ماتش. احنا ماليش نفهمو حسن به، حنا ماليش حنا نفهمو الناس حسن به. ماشي تقنيين، ولكن الناس تقنيين كيفهموا في الكورة، كيعرف علاش كيدخل بول فالي. واصحاب احنا تا معين الشعباني كامبو ما يفهمش في الكورة اللي كل ماتش يدخل لك بول فالي. غير بدنيين كيرهق لك المدافعين، طالعين معاه هابطين طالعين معاه هابطين، ويخلي لك لي زاليب يلعبوا سون فوا. اخويا كيف عبدو شوف، نورمالمون نورمالمون عبدو الديخ راه يكون بول فالير، فهمت؟ وما ذكرتناش السيستم دو جو راك تهضر عليه، واش 4-4-2 يعني بول فالير والمهري، ولا على راك تهضر؟ فهمت؟ راه بول فالير كيلعب اون بوان، والمهري يقدر يلعب اون بوان، فهمت؟ يعني وراه عندنا، ولكن الدور ديال بول فالير في السيستم دو جو المدرب واش تيبغاه. المدرب راه كيقول له يا ودي انت الدور ديالك تكادري واحد جوج لعابه غير بلوكور، والخدمه غادي يديرها لاعب اخر. هادشي السيستم دو جو ديال المدرب، حنا معليش، وهادشي راه كيترينيو عليه. طبيعة الحال، واني كنشوفها في كل ماتش، يعني نفس التكتيك كيخدم عليه المدرب. بول فالي اون بوينت كيقبض مع جوج مدافع ولا ثلاثه، حتى الكادر فاش كيبلوكي الكره بالصدا واخا ولا واخا السي حامد، المدافع ما انا يقدرش نمشي يشد نمشي الكره. معاك نمشي معاك في هذا الشيء. واخا من هو بول فالير كيدير هادشي كامل، المهري واش راه يدير؟ مي متفق معك، جاولو فرص وفرص وفرص وكيضيعهم. بيان سور خويا بالمصيبه محمد مليارو وزنطف. نتمنى نهار تعطى الفرصه الكامله لاخو البيلو ويسجل اهداف، تما ينقض على المكان ديالو. ولكن بيلو راه ما غاديش يدخل تيتيلر، ولكن نقول لك نهار يستبعد. تعطى له الفرصه ويسجل شي هدف، تما غادي تحلوا الابواب على مصراعيه. مساء الخير. واه كاينه. تخيل انت يا نهار الحد يدخلوا لك في الدقيقه 80 ولا 85 ويسجل لك شي بونت مصروع، واش الجماهير ما غاديش تبقى تطالب به مكان بول فالير؟ هو واش غنقول لك. انا وولف اخويا، شوف انت كتبغي الزغودي والرياحي مرحبا، ولكن اخويا وولف، راه الزغودي والرياحي واش اريا الي دروا والي غوش يلعبوا اتاكو، ومانيش نلعبوا المهري بول فالير. واخا هاد الزغودي والرياحي شكون اللي غادي يعطي لهم الكره في لاطاك؟ وي واو، شكون اللي وصل لهم الكره؟ يلاه اخويا، بغيت تقول لي سنا البحيري في الديسو؟ ما يمكنش، غادي نخسروا. سمعت باللي كامارا بغاتو الواك، واش بنيتك اخويا عبدو غادي؟ واش حنا كنقولك الدوري الفرنسي مبلغ وكنهضروا، كبير. ومن بلوك انت كتقول لي الوداد؟ انت دابا مغاقين غير في ليتيج باش غادي يخلصوا، يبقى يقولوا لك تال. والله الا خويا الدحماني من روتردام كيقول لك بول فالير والمهري مهاريين، لكن ينقصهم التهديف وسياتي مع الوقت. فوقاش رانا في الدوره 12 السيد الدحماني، ولكن انا متفق وفي- مع هاد سيميموني في واحد النقطه، متفق والمباراه معاه. الثالثه من دوري لابا كوتجو المجموعات. الموسم الاول واش عطانا؟ لابا كوتجو الموسم الاول واش عطانا؟ ما عطاناش حتى الموسم لا الثاني. لا، انفجر. السي بن يحيى يضرب لكم موعد مباشر على قناة أنا بركاني تافي على اليوتيوب، إن شاء الله موعد ليلة الجمعة إن شاء الله، ابتداء من الساعة 8 8:30 9. المهم السي بن يحيى على قناة أنا بركاني غدوة إن شاء الله عنده البث المباشر معكم على اليوتيوب السي بن يحيى، ويقدر يدخل معنا شويه في تيك توك السي بن يحيى غدوة إن شاء الله إلا كان شي لايف. حيت السي بن يحيى وباري 94 وغدوة الجمعة، والصلاة تحيه غادي السي بن تكون يحيى. مسجد الصحابة أظن بإيفري. آه، أنا قلت لك بول فالير رأس حربة، والزغودي والرياحي على الأطراف. ها وولف، وليت كلامنا أخويا، خويا قلت لنا راه ماشي أطراف هما أخويا، قلت لنا ما يلعبوش أطراف وليت كلامنا. احسن من رمضان البراكنه والله. تحيه خويا لدرب السلطان وناس الرجاء البيضاوي اخويا، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في عصبه الابطال.
ان بارك شاء الله الله. عليك خويا. نتمنى ينتصروا على سان داونز باش يرجعوا للسباق، والله تمنيتهم هما والجيش الملكي يدوزوا بجوج بهم، يتعاونوا على ديك سان داونز يقصيوها. أحسنت عليك. قال لك أسامة حدودي، أسامة الحدودي قال لك بول فالير خصو الضرة كيما داروا لابا كوجو مع الكعبي، والله الا خصو الضرة يا خو لابا بول فالير. راه بصح راه كاين المهري بصح ميت. اردي نتمنى بيلو في اول فرصه تعطالو يهز الشبكه باش هو يفيق. السلطان كيجي برك كنعيط لنا. خصنا ضروري شي تسعة وشي صانع ألعاب كاينين خويا، واحد إترونجي تسعة وصانع الألعاب مغربي. ماشي الصحابة كريتاي. موعد بكم مع السي بن يحيى، حضور صلاة الجمعة غدا باري 94، وحضوره بمسجد كريت الصحابة كريتاي. جمعة مباركة السي بن يحيى لكل البراكنة والبركانيات في ديار الغربة وفي الوطن. ام تي توقعاتي للمباراة خويا هو 4-1 للبركان. السي حميد كيتوقع 3-1 للبركان. شكرا السي بن يحيى، جمعة مباركة. بقى معنا السي بن يحيى، راه باقي لنا غير واحد 10 دقائق اه نقطعوا اللايف. نتمنوا التوفيق يوم السبت للرجاء البيضاوي والجيش الملكي. ونتمناو التوفيق للوداد البيضاوي في كأس العالم للأندية إن لا شاء الله. هذوك وراه كاين، مازالت هذا الصيف. راه كاين ميركاتو، كاين نهضروا على الميركاتو، كاين ميركاتو قوي واحد بيئة يتمنى، وإن شاء الله نتمناو يوفي باش يشاركوا في كأس العالم للأندية إن شاء الله العلي العظيم. كما راه دير الهلال السعودي اللي راه توجد لكأس العالم للأندية من خلال صفقات مدوية. كريستيانو رونالدو غادي يلعب كأس العالم للأندية إلى جانب الهلال السعودي، وغادي يقابل ميسي في ميريكان. لا نقول يمكن اعاره لمده شهر، هذا واحد الباب، واه واه واحد وي وي. الباب في دابا قانون حتى الفيفا. الوداد غادي تدي المحمدي، راه كيهضروا عليها، غادي يستعنوا بالمحمدي في كأس العالم للأندية، ان الحارس شاء ديال الله، بركان. علاش لا. وي عندهم الحق يستعانوا بالحارس المحمدي في كأس العالم للأندية مع الوداد الرياضي البيضاوي، ويزيدوا شي لعاب إن شاء راهم الله. يهضروا من على كذلك الا بغى لهم زياش وبوفال كاس العالم. إن شاء الله خويا ميموني، هاد التسعة اللي غادي يدي بركان واش غادي يلعب معنا في لاكاف ولا لا؟ التسعة اللي غادي يجيبهم لافريك الا ما مشاركش اخويا. مع الفريق ديالو في العصبه ولا في الكاف يلعب معنا، الا ما تسجلش. لا ماشي، واخا يلعب غير دقيقة ما يلعبش معنا. واش انا نقول لك، الا مسجل في اه لاكاف بالله مشارك، الا كان في التشكيله الرسميه واخا ما لعبش ومسجل في التشكيله الرسميه ما يلعبش. محال يلعب معنا السي حامد، ما يلعبش. هادي الشي لعب لأننا مشاركين. ايوا الا مشاركين ما يلعبش. من الا حين كانت توقع اللائحه 3-0 اللي مشات للبركان. لاكاف فيها سميتو ما يلعبش. لا واخا تمشي لاكا فيها سميتو وما لعبش، عنده الحق يلعب مع بركان، خصو ما يلعبش دقيقة صاحبي، فهمت؟ نتمناو. قال وي. لك الا ما يلعبش معنا اشنو ندير به. اخويا حنا بغينا البطولة، الكاف راه ديالنا ديما ديالنا. افريقيا خويا عبدو ادي. خويا الميموني المهري ما كيعرفش يدريبلي كرة، يدخل بلاصتو الرياحي يحسن. الرياحي راه جناح ماشي مهاجم اخويا المساوي، جناح ايسر. المهري كيلعب رياحي جناح ماشي اتاكو، نقدروا نجربوها اتاكو، انا كشي ديال المدرب. وولف قال لك اخويا حنا خصنا يكون هاي في البطولة ان شاء الله، وكاس العرش ما تنساش ان شاء الله. ثلاثيه هذا العام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كاين اخويا المنافسات تشتد اخويا حامد، راه الزمام راه طلعت اخويا حامد، واش راه قلت لك مشكله. البلاد ما قلت لي انت مهدي مفتاح يلعب، قلت لك هذا غلط مقابله ما كناش صاحبك سهلتها ولا ما كناش غادي تجي هنا تبغي، خاصه مع بدلوا المدرب، خاصها تدي جابوا تروبوا. جريندو وي. جابوا وجيريندو عنده تكتيك يا رجاوي، يعني واش غنقول لك. راك تشوف فرق كبيره اللي محنت هذا النادي المكناسي هذا الموسم، لهذا لا الاستهانه تقول لي لا نخليو محمد يرتاح وندخلو مهدي مفتاح، هذا خطا. نو شونج با ليكيب كي كان، انت كتلعب على جميع الوجهات. انا ضد ولا الفكرة حامد. هذه، ولا دارها المدرب نفل عليه في شي لايف. 6 نقاط في المجموعه، بركان عندها 6 نقاط في المجموعه ديالها.
انتصارين على الفريق الانغولي والفريق الجنوب افريقي، وان شاء الله انتصار على الفريق المالي تولي 9 نقاط. يعني خصنا 4 انتصارات باش نضمنوا المرور الادوار المواليه. ودابا هذا كيبقاو جوج مقابلات، نخليو بنك الاحتياط هو يلعبهم. ان شاء الله السي بن يحيى حتى ساندوش لا ما يدخلش مبليسي. اش بالك اخويا الميموني المقابله تاع التوقيت الحد اللي الجاي داروا ما بركان؟ يمكنناش ما يلعبش. اش بالك اخويا الميموني التوقيت اللي داروا بركان ضد مكناس مع الربعه بزاف لو كان داروها، وغادي تكون نهار الخميس 19 ديسمبر مع الربعه صعيب، انا بعدا ما نحضرش كما اصلا. الناس نهار كاين الخميس اللي ما غادي خدام، كاين اللي الميموني يقرا، كاين غادي اللي يكون في وجده، انا غادي نكون في وجده ماشي نكون انا في بركان. لا توقيت، زعما توقيت غير مناسب صح. غير مناسب، وحتى الثمانية توقيت غير مناسب. اسيدي ديروا لنا 6 ولا 7 خوتي ديال الليل، وراه الثمانية اللي تعرفوا شي البرد كي داير البرد في بركان. ديال الثمانية ديال البلد. الليل ما عرفت انا واش غادي نمشي لا كان البرد، ما نكذب نمشي نمرض نمشي نشرب الدواء. معك وي. انا صعيب اصاحبي والله الا صعيب. وانا ما نبغيش المنصه المغطاه، انا نبغي مدرجات المكشوفه مع الشعب مع الجمهور، ونسمع ونشوفهم ياكلوا على ما الزريعه. دابا على الواحد ما يقول له اه على ما الدق. ولا هرست الباب على بويخشى. والله دابا حمد اخويا والله الا شوف تعرف واحد مع الحد يجيو يجلسوا معاك. اسمع حمد، اسمع والله ارى الزريعه ارى كذا العيد اروح جد لهم زريعه ونبقاو نجلسوا ونشجعوا، واللاعب عاد طالع بالكره ايوا ويلي يكون غير يسجلها، فهمت؟ انت معك الحدودي امين. مع الحد. الحدودي والعيد ومرقوم راك عارف. كثر وقال لك ودي معاك رونو ميسي ابدو ادي في هذا البرد اخويا، والله الا صعيب اخويا حامد والله الا صعيب البرد. خاصة في هذا البلد تاع هذا الاسبوع هذا تاع هذه قال لك السيمانة. يوزر 43 28 قال لك دي معاك الكاشه. صعيب صراحه. نتمنى والله انا بعد الا كان بحال البرد ما نقدرش، وانا نمرض والله غادي نمرض حامد اخويا. والله حسن لهم. واه شكون غادي يكون دوبلور دوبلور تاع ديال سي دي بي؟ مين غادي مين غادي نتسكا معاهم؟ واخويا عندنا يقدر الاخر يقدر يطلع تما الاخر سميتو اللي كان يلعب مع دايو قبل عسال كيقولوا له تحيف. تاحف. طلع تاحف ولا تاع السال ولا لي دوبلور بلومبي، راك عارف انا ماشي غادي تلعب. كان لي دوبلور كان يديروا مع بكر الهلالي مع فهمت دوبل. ولكن شوف المدرب على السيستم دو جو. انا ما نقدرش نقول لك المدرب دابا من غادي يجي هاد الديس ان شاء الله ويجي هاد الناف، المدرب غادي يبقى يلعب شي سيستم واعرين بحال 3-5-2 خص يكونوا لي زالتيارات دو الطروا، فهمت؟ واصلا دينا لعبنا 3-5-2 اللي غادي يضعفنا شكون اللي غادي يضعفنا؟ شكون حامد؟ بحال دايو، لان دايو ثقيل ملي كيولي ثقيل ما يوصلش المنعوت وسادين، فهمت؟ لان باش تلعب 3-5-2 في الحاله الهجوميه و5-3-2 في الحاله الدفاعيه راه خص تكون طياره، لي زال يكونوا طياره بحال اللي كان عزيز والنمساوي تبارك الله في الاول. دونك حتى اللاج تاع دايو غادي ويكبر ما عرفتش زادوا له لا عامين. كاين هو يعني الفيزيولوجي ديالو ثقيل، فيزيولوجي ثقيل، لان راك عارف الجسد قوي لونطرينمون وكذا والميسكيلاسيون ثقيل، ماشي بحال تبارك الله منعوت وسادي طياره تبارك الله، فهمت؟ وهذوك الاطراف ماشي هو اللاكس، هذاك اللاكس عنده خدمه ديالو بوحدها، لا اطراف الدفاعيه لا، هذوك الخدمه ديالهم خص يكونوا سوا. الا لعبنا 3-5-2 الا بغى المدرب يبدل السيستم دو جو، الا فهمت؟ يعني ملي تمشي لنا الكره في 3-5-2 راه خصنا نوليو طياره باش نتحولوا من 3-5-2 ل5 دفاع، 3 في الوسط 2 في الاتاك. راه يعني داك غازوت اللي جابوه شنو الدور ديالو؟ شكون هو؟ غازوت منعوت. لا كاين واحد اللاعب ماشي يلعب سميتو غازوت ولا تا غازوت ولا
لا مازال ما دخلش. هذاك ما بزاف. عرفتش واش البوست يلعب فيه. واش تا مازال ما هو دخل. واش تا هو في الارتكاز ولا ما عرفتش. ما عرفتش والله، ما عرفت فاش يلعب، ما عمرو شفتو انا صراحه. لا انا نشوفو في بون دو توش كيكون، ولكن عمرو ما تعطيه الفرصه يدخل. يمكن في الدفاع، مش ميليو ديفونسيف يمكن. يقدر يكون في الميليو. تا هو طويل كاباري وسمر. ولكن هو كيلعب باليمين، قدروا يلعبوا به بلاصه واحد منعوت. وولف قال لك غازوت اريال دروا. غازوت يقدر كيلعب يلعب، في البوست. يقدر يلعب بلاصه منعوت. اه ويقدر. لا كاس العالم للانديه مستوى خويا غادي يمكن تريد البطوله. تكون يقدر تكون فسر تكون البطوله موقفه صاحبي. تلعب في شهر 8. في شهر 8. في شهر 8 تكون بطولات موقفين. والسوبر الافريقي وكذا ما كاينش. هذاك السوبر الافريقي هذاك غادي يطلع في شهر 9 ولا في شهر 6 من تسالي البطوله. لان او البطولات ما كاملين غادي يساليو في شهر 5. لا ما تساليش البطوله في شهر 5 حميد. حنا الا مشينا بهذا الريتم اللي حنا غاديين به لا فان تاع شهر 5 نكملوه. السي حميد ما تنساش كاس العشرة مازال ما بداش. لا كاس العرش عندك بماتش، عندك 6 تاع لي ماتش ما كاين. بس زينه ما فيهاش الالي ريتور. عندك ماتش واحد بيلو فاس قرعه، تلعب عندي نلعب عندك، يا تقصيني يا نقصيك. والله لا، كاين كاس حضور ان العرش شاء الله البركان. كاس العرش لو 30 جويي في كاس العرش في عيد العرش لا فين تلعب لا فينال. ان شاء الله. سيدي بي ضعيف في الكرات الهوائيه، ماشي ضعيف، ثقيل، كيطلع ثقيل. ان شاء الله. ودرك يا خويا كتقول لي الدوبلور ديالو، ها هو خويا، ها هو خويا الوالد، درنا له الدوبلور. ايوا هذاك الدوبلور علاش غنضيعوه في ذاك البوست، نزيدوه في ميليو اوفونسيف ولا واه في لاطاك ولا في ليزال. دابا راه مشكله، راه دابا راه كاين شي فرق في المغرب راه الطروا يديروا له الدوبلور الا كان ناقص، دو لو الدوبلور الا كان ناقص. واش من الكره هادي، واش من المتعه، واش من الكره، واش من السي حميد. وصلنا ل 51 دقيقة، الوقت مشى. غدوة يوم عمل هنا بالمغرب وبأوروبا والعالم. تبارك الله على الإخوان، خاص أخويا الميموني يجيبو تا شي جناح. ما نجيبو بوجناح الزغودي إلي دروا، الرياح إلي غوش، تبارك الله ما شاء الله، يعني ما خصناش جناح. أمين محمد. وعندنا ميهري يلعب مهاجم ويلعب جناح. وبغينا غير نشوفو شي هدف ديالو. ايوا جات له شحال مره فرصه امام الشباك لكن سبحان الله. أجنحة عندنا خص يقنص في صانع ألعاب، بالك الشي اللي قلت لك أخويا الولف. تبارك الله عليك. السي عبد الخالق الدحماني، تحياتي لك خويا. تا غازو تلعب مقابلة في أكتوبر، ولكن ما أتذكر مع من. أنا والله ما عقلتش عليها ما. عقلت لعب بلاصه منعوت. ما كت منعوت ما لعبش. علي الدروة. علي الدروة. لعب هنا في بركان وعادو ما قنعش الجمهور. وامين قال لك خص غير الجمهور. الله الا نيش نهار الحد غادي نغلبوا ب4-0. غازو الله دار واحد الله الله. المقابله لكن كان ضعيف فيها وخرجوه. داك الشيء انا بعدا والله اخوتي ما عرفتو. لا ولكن عقلت على ذاك الماتش هنا في بركان. دا اخطاء كثيره نظن نقول لك نقول لك مع الفتح. نهار خسرنا مع الفتح. واش هذاك اللي خرجوا في الميطو الاول. هذاك دا اخطاء كثير. تبارك الله عليكم. اذا كلمه اخيره بمناسبه هذه المباراه السي حميد ضد الفتح الرباطي. خاصة انك توقع 3-1، كيفاش القصة ديالك 3 وذاك الواحد السي حميد؟ تفضل. 3-1. 3 عندنا هجوم قوي، عندنا كل شيء قوي، وسط ميدان قوي. واحد غادي يجي ضد مجرى اللاعب وكرة طائشة، كرة نقول لك ضربة خطأ ولا ركنية ولا
نيران صديقه. يعني كره القدم خصك توقع فيها كل شيء، يعني كيما هذه هي صرا لنا في النتيجه. جنوب افريقيا. ها، كيما صرا لنا في جنوب افريقيا. كما صارنا في جنوب افريقيا ما نعودش يجل ضدنا. وانا كنتوقع 4-1 السي حميد، و- رباعيه مدويه. وذاك الواحد انت مين جبته؟ يكون شرفي. قبل ما نختموا سيميموني، نهنئ الشعب المغربي والأمة العربية على احتضان المغرب كأس العالم. بتشي فيها البارح كان الإعلان الرسمي من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإعلان المشترك ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم 2030 إن شاء الله، اللي نتمنى يرجع للمغرب والمغاربة يعني بالتنمية والبنية التحتية وازدهار الرياضة وتوفر فرص الشغل. يعني خصنا نستافدوا اقتصاديا واجتماعيا بهذا كاس العالم ان شاء الله. يعني السي حميد ناوي لا طول الله في العمر تحضر كاس العالم؟ بطبيعه الحال نحضر لهم 3 مقابلات الاولى، نحضر لهم واخا بدمي. غير المغرب بعدا ولا كل شيء؟ لا، بعد المغرب او هما الاول نبازي عليهم، ولا كانت توفرت الامكانيه نحضر لجميع المقابلات علاش لا. ان شاء الله. ان شاء الله الله يطول في عمر الجميع باش نحضروا كاس العالم. الولف تحياتي اخو، والله الا غزيت في حميد. واش غادي نستناو؟ شوف اخويا، الا ما خدمش الجيل ديالنا يخدم الجيل تاع 2030. حميد 2030 غادي يكون ما عرف فين غادي يكون. الله يطول عمرنا ويجعلنا نحضروا هذا المونديال. والسي الدحماني عبد الخالق من روتردام الهولنديه قال لك فاليري والمهري سيسجلان باذن الله. ان شاء الله والله خويا نتمنوا تكون محمد، الانطلاقه ديالهم. ان شاء الله خويا من فمك الربي. شكرا خويا لجميع الاخوان والاخوات اللي كانوا معنا في هذا اللايف. اخوان تعاونوا، راه براكنا ونحبونا ونحبوكم. بارطاجيو هذا اللايف في تيك توك باش يطلع اللايف. ديروا لنا جام، ديروا لنا ابوني للقناه. السي حامد ديروا له ابوني باش يطلع بقى تشوفوا صوت وصوره بحالي هكذا. الاخوان ديال الفيسبوك بارطاجيو في الفيسبوك، في الصفحات، في لي كونت ديالكم، في لي جروب ديال واتساب وجروب فيسبوك. شجعونا، راه بكم نستمروا، بكم نكبروا، بكم نطيحوا. باش ما نقول لكم الاخوان الكرام، راه غبرنا عليكم في الفيسبوك، باش ما توحشتوناش وبارطاجيو معنا اللايف. ناس التيك توك كذلك. شوف يديروا لنا باش نهار الحد ان شاء الله نديروا لهم حلقه مباشره من اللعب على التيك توك. لا ما نوعدوهمش، ما نقدروش. ياك تيك توك يمنع هذا الشيء، فهمت؟ ما كاش مباشر. خصك دير بلاطو بحال هكذا، خصك تكون بحال هكذا، وصعيب باش تكون بحال هكذا حميد، فهمت؟ في الملعب لان ما راك تركزش. عارف. واي بقادر طيط. فاهم؟ ايوا المهم تحياتي للجميع، ونتمنوا دائما تبقاو دائما. لا ما غاديش يقدر اخويا. انا قلت لك اخويا الولف عليها واش تا كاين. ديرنا اللايف اخويا ميموني في الفيس. وراني في الفيس، انا بركاني تيفي راني لايف اخويا امين محمد. راني كي الفيس كي التيك توك. تا التيك توك راه معطينا دوك العروض ديال التيك توك حسن. انا لا حسن لعون صحاب نجمه 6 ما يقدروش يطلعوا لا للتيك توك. ولكن عاطينهم واحد لوبسيون ديال تيك توك بوحدها في اللايف بحال نجمه 6 عاطينهم تيك توك، فهمت؟ ما عرفتش انا التيك توك واش يدير نجمه 6 ولا لا. لا بحال نجمه 6 عاطينهم تيك توك اصاحبي، بحال واش نجمه 8 ولا ديال التيك توك. لا لا هي نجمه الخير. 5. نجمه ما 5. نعرف، انا ما نجمه عارفش. انا 5 عندي التيك لا توك ما واليوتيوب. عمرت كاع انا كاع. نجمه 5 يعطوا لهم التيك توك واليوتيوب. ولا ضروري اللايف ولا مقابله اخويا الولف، ولا ضروري نتصلوا ب4-1 وما نديروش اللايف، ما يمكنش. فوقاش الحد مانيش معروض اخويا. غدوه الجمعه راني معروض لواحد الزرده الا مشيت واحد الاسبوع. واش كايدير لي زعما باش ما يدينيش معاه ويعرفني نموت على الزرد. واخا حامد انت درت العرس ما عرضتنا، درت الصدقه في دارك ما عرضتنا، فهمت؟ راه كلشي وصلنا السي حميد، ديرها غير زينه. اجينا عندك حتى المحل وما لقيناك. ايوا فيها لكن خير داك اخويا حامد. التليفون. تحياتي جاوب لجميع السيد. الاخوان والاخوات اللي كانوا معنا في هذا اللايف مباشره من قناه انا بركاني ماديا على تيك توك. وانتصر بركان اخويا الان بركان 4-1 ضروري. وشكون ربحنا مالي ب4-1 نبلعوا الماتش نبدو نريدو. حميد يسخت. يا ويلي نوض على الرئيس هو الاول واخا صاحبي.
المهم تحياتي للناس الفيسبوك. شكرا، تصبحوا على خير الاخوان. الخلق تحماني، تصبح على خير، وجميع الاخوان والاخوات شكرا السي حميد، وموعدنا ان شاء الله غدوه. الى اللقاء. تبارك الله عليك ان السي شاء حميد. الله. الاخوان ليله ديالك. سعيده، تحيه للاخوه شكرا. ونقولوا لهم جمعه مباركه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.